بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب العالمين. جبت لكم حكاية نون. حكاية ان شاء الله تتفاعلوا معاها وتمدوا لها النصيحة اللي لازم تكون تعمل بيها. ما نطوش عليكم حبيباتي، نخليكم مع حكاية نون. تقول نون: كنت نعيش في عائلة لا بأس بها ماديا. كنت أنا المزوزية العائلة والبنت الوحيدة بين 4 ذكور. كان بابا مفششني بزاف، كنت الحاجة اللي يطلبها يعني كنت نطلبها في طفولتي يشريها لي. قريت، كملت دراستي الجامعية، درت لغة إنجليزية، دخلت في شركة توظفت فيها كمترجمة. كنت شاطرة بزاف في عملي. اشتغلت مدة عامين. في هذا الوقت تقدم لي شخص من نفس الشركة اللي نخدم فيها. كان لاباس بيه، كان قبول بيننا، كان عاقل بزاف وآية في الجمال. ما نكذبش عليكم، ما شدني إليه أول حاجة جماله وأخلاقه. جاني مباشرة عن طريق صديقة لي في العمل، قال لها كان تقبل نبعث الوالدة تاعي نخطبها. حبيت نعرف عقليته. قلت لها نحب نتقابل أنا وياه ولو لقاء واحد باه نتعرف عليه عن قرب ويتعرف عليا ومن بعد يجي للدار. وافق. فتفاجأت في هذاك اللقاء. انه ربي سبحانه ما مدلوش الجمال فقط، لكنه مدلو حتى جمال في الاخلاق الراقية واحترامه للمرأة وحب المسؤولية واحترام حرية المرأة انها تشتغل. حددنا موعد. بعت امه، تعرفت على العائلة وشافتني هي كذلك في هذاك الموعد وعجبتها، وحددنا موعد للخطوبة الرسمية. وبعدها مباشرة حددنا موعد الزواج بعد ما تخطبنا. وبعدها عقدنا عقد القران في البلدية، أي عقد مدني. وبعدها حددنا تاريخ العرس. شاءت الأقدار أني نفيق في نهار من نهارات على رنة الهاتف. استغربت أن الاتصال كان من أم زوجي على ساعة مبكرة. حسيت أنه شيء ما صرا. حملت الهاتف ويدي ترتعش من الخوف ودقات قلبي في تسارع. قلت ألو. ردت ونبرة صوتها حزينة ومخنوقة وهي تقول لي كيف مات، كيف راح علينا. ما فقتش على روحي إلا وانا في المستشفى. فقت على صوت أمي تنوض فيا وتقول لي بنتي فيقي، بنتي اصبري، حاجة ربي سبحانه. نط ودمعتي على خدي، كنت مصدومة ومانيش مصدقة. قلت لهم اديوني نشوف جنازة راجلي باه نصدق. رحت ولقيت الناس منمومة في داره، الناس تبكي كيفاه مات، كيفاه توفى. حضنتني أمه وقالت لي كان مروح في الطريق السيار. مالت بيه السيارة وتزحلقت، وكان المطر كان ينزل في هذاك الوقت. خرجت على سيارة أخرى، كانت حادثة كبيرة دارت سيارته، ما قدروش ينقذوه للأسف، كان نزيف داخلي. توفى بعد ساعة من الحادث. حزنت كثيرا وتقوقعت في غرفتي مدة طويلة. تركت عملي، ما قدرتش اني ندخل الشركة وكيف ما هوش فيها. خياله بين عيني. كانت 3 أشهر. تقول كانت 3 أشهر فقط، مدة قصيرة لكنها كانت وكأنها سنوات من الذكريات الجميلة اللي عشناها مع بعض. لأنه شخصيته حنينة وبزاف، كان يخاف عليا ويحبني، كان في كل وقت يطل عليا في العمل ويحسسني اني حاجة ملكه وجاي يتفقدها من حين الى حين. كنا كل يوم نتغداو مع بعض، كان ما ياكلش حتى نبدأ انا ويبقى يسقسيني اذا شبعت ولا لا.
كان ديما يجيب لي الهدايا ويقول به تبقى لك ذكرى مني، وكأنه كان حاس انه راح يروح. كان فرحان بزاف بالمنزل اللي راح نعيشو فيه. كل ما يشري حاجة يديني نشوفها ويقول لي كلش تاعك، حتى الدار نكتبها لك باسمك لاني انا وانتيا واحد. وفعلا جات امه وقالت انه المنزل اللي شراه كتبوا باسمي وجميع الأوراق عند المحضر القضائي، ولازم نكملوا الإجراءات لأنه كان طلبه الأخير. وهو يوصي فيا ويقول لي أمي الدار راهي باسم مرتي وحب يديرها لك مفاجأة نهار العرس، وعلى هذا لازم نكملوا واش حاب ولدي. طبعا رفضت بشدة لأن القدر تبدل وحب حياتي غادر الحياة. واش من حياة في هذيك الدار وهو ماهوش معايا. قلت لها كان تحبيني صح ما تزيديش تقولي لي هذيك الدار دارك، لانه نموت وما ندخلهاش هذيك الدار وكيف ماهوش معايا. وبعد مرور 5 أشهر ونصف بالضبط، وبعد محاولات عديدة من بابا العزيز عليا وإلحاحه الشديد انه نكون قوية ونخرج يعني من غرفتي ونواجه الحياة من جديد ونعيش حياتي، لانه وصل انه مرض على جالي. استجبت لطلب نتاعو وقررت نخرج ونبدا حياتي. لكن صدقوني خياتي راني غير نكذب على روحي ونكذب على بابا. اني قاعده ننسى، لكن جمره في قلبي ونار ما حبش تطفى في داخلي. راني نموت كل يوم لحظه لحظه بلحظه، وكنت نموت في كل وقت. تنصحوني خياتي شكون اللي مرت بنفس حكايتي، كيفاه قدرت تنسى أو تتجاوز هذه المرحلة، وكيفاه قدرت أنها ترجع تعيش حياتها وتشوفها بالألوان من جديد. لأنها في عيني كحلة. صدقوني راني نشوف كلش أسود في عينيا. علما اني رحت لطبيب نفسي ما حسيت حتى تحسن معاه. راني غير نعاني واقفة فقط على جال بابا مسكين وهو مريض. مريض ومريض بزاف تقلب بقلبه، ومانيش حابة نزيد عليه بهمي. هذه هي حكاية نون، حكاية حزينة جدا حبيباتي. حبيت نقول لك حبيبتي لازم تكوني شوية شوية قوية وتكوني صبورة. الجئي إلى الله عز وجل واستغفري واكثري في قراءة القرآن، وإن شاء الله راح تتجاوزي هذه هي المصيبة لأنها فعلا مصيبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه نصيحتي ليك حبيبتي، ونقول للأخوات الفضليات أن ينصحوا أختنا ويسندوها بالكلمات وتجاربهم، وإن شاء الله تخرج من هذا الحزن وترجع تعيش حياتها من جديد. وإن شاء الله تلقى ولد الحلال اللي راح ينسيها ويساندها في حياتها إن شاء الله. وفي الأخير مبقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، ربي يجازيكم كل خير. مع السلامة.